نادي الزمالك وصل لنهائي الكونفدرالية. طيب، معنى كده ان نادي الزمالك خد البطولة؟ لا طبعا. معنى كده ان البطولة بقت خلاص سهلة وفي المتناول ومفيش اي عقبات هتواجهنا تاني؟ لا طبعا. واللي ما اتعلمش من ماتش دريمز الغاني ما اتعلمش، واللي ما خدش الدرس كويس وعرف واتعلم ازاي يلعب النهائيات يبقى لسه ما اتعلمش. طيب، هل معنى كده ان احنا فرقة ضعيفة؟ لا، انا من اقوى الفرق اللي موجودة حاليا في افريقيا. انا بعتبر نفسي اقوى فرقة في افريقيا، انا بعتبر نفسي احسن فريق في العالم. بس ده بيمثله المجهود اللي بيبذل من اللعيبة. لازم اللعيبة تعمل مجهود كبير جدا، المجهود اللي هيتبذل من المدرب في التدريبات وفي الخطط اللي بيعملها اللي يقدر ينفذ بيها الماتشات. وتعالوا نمسك الموضوع واحدة واحدة. اول حاجة، ماتش دريمز الغاني، انت هنا في القاهرة خلقت عدد فرص كبيرة جدا، كبيرة جدا جدا جدا، وكانت مشكلتك الوحيدة ان الفرص دي انت مش عارف تخلص بيها او مش عارف تجيب بيها جوان. طيب، تعال نروح الماتش اللي في غانا بعد ما النتيجة خرجنا بتعادل سلبي والناس كانت خايفة، والحاجات بقى اللي فيها تفاؤل للنادي شوية. جوميز مدرب عالي جدا جدا جدا. جوميز ليه اصلا؟ تعالوا نفكر ليه جوميز لعب بسامسون والجزيري وما لعبش باحمد حمدي ومحمد شحاته زي ما كنا كلنا عايزين، وليه لعب بزياد كمال في نص الملعب؟ لو رجعنا لاكتر من فرصه في الماتش اللي كان في القاهره، حرفيا الزمالك كانت مشكلته الوحيده مش في صناعه الفرص، مشكلته الوحيده في تحويل الفرص دي لاهداف، او ان احنا اخلص بالفرص دي واجيب بيها جوان. سامسون والجزيري هو ده كان مفتاح لعب جوميز في ماتش العودة. واستغل نتيجة ان فريق دريمز الغاني هيبقى نازل وفاتح الملعب ومندفع جدا جدا، وقدرنا ان احنا نستغل المساحات اللي في ظهرهم واللي احنا نجيب جونين في اول نص ساعة او في الشوط الاولاني، وان احنا تقريبا قتلنا بيهم الماتش. ونزلنا الشوط التاني مع برضه فتح المساحات اللي عندهم، قدر مصطفى شلبي يجيب الجون التالت للزمالك، وقدرنا ان احنا نخرج بنتيجة ايجابية. عندنا ميزة في النهائي نقدر نستغلها، ان ماتش الذهاب هيبقى يعني لو احنا هنلعب نهضة بركان، وده بنسبة تقريبا 99% لان لسه القرار ما بقاش رسمي. لو احنا هنلعب نهضة بركان فعندنا ميزة اللي احنا هيبقى ماتش الذهاب في المغرب. طيب، هل فرقة نهضة بركان فرقة قوية أو فرقة تخوفنا؟ هي فرقة قوية وفرقة تخوفنا، بدليل إن هي وصلت للنهائي زينا، ومفيش فريق هيوصل للنهائي ويبقى فريق ضعيف زي ما وصلوا النهائي قدامنا في 2019 وقدروا يكسبونا هناك بنتيجة 1-0، وإحنا كسبناهم في استاد برج العرب بنفس النتيجة بالعافية من ضربة جزاء اللي أحرزها محمود علاء ساعتها. طيب، فانا ايه رقم واحد بالنسبه لي؟ ان انا في المغرب احاول بقدر الامكان ان انا اجيب جون هناك. لو جبنا جون في المغرب ده هيفرق جامد جدا 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 معايا في ماتش العوده. ان انا اخرج بنتيجه ايجابيه. نتيجه 0-0 نتيجه خادعه. النتيجه ممكن تبقى جيده، بس في نفس الوقت النتيجه خادعه، لان لو جيت هنا في القاهره وحصل اي جون دخل فيا ولا اي حاجه هيقلب لي الماتش خالص. فاحنا نحاول بقدر الامكان اللي احنا نستغل ميزه اللي احنا مع جوميز بنقدر نلعب بره ملعبنا وبنقدر نكسب بره ملعبنا، ونستغل الفرصه ديت ونحاول نجيب على الاقل جون في المغرب. متفائلين جدا وعندنا امل في ربنا كبير جدا. دي نقطة بالنسبة لأفريقيا. النقطة التانية، ودي نقطة ما تقلش أهمية عن نقطة أفريقيا، الدوري. أنا عندي ماتش يوم الخميس مع البنك الأهلي. ببقى مستغرب جدا خصوصا من الزملكاوية اللي بيفضلوا يقولوا الدوري راح، وإن أنا مش هدخل أفريقيا وإن والنغمة السلبية. يا جماعة، لو الفرق اللي بيني وبين الأهلي بالعكس، والفرق او مثلا الاهلي هو اللي في المكان اللي انا فيه وانا متاجل لي ماتشات وانا في مكانه حاليا، الاهلاويه هيقول لك الدوري بتاعنا وانتوا هتقعوا وانتوا. وده عيب عندنا. مش عارف ليه الناس ماسكه النغمه دي اللي احنا خلاص الدوري راح، ما بقاش فيه بطوله الدوري، مش هقدر ادخل افريقيا، الكلام ده كله. لا طبعا، الكلام ده كله غلط وملوش اي اساس من الصحه.
ليه بقى؟ تعالى، لان بص الفرق بينك وبين الاهلي، لو الاهلي كسب مؤجلاته كلها، انا كده راكن بيراميدز كمان على جنب، بقارن بين زمالك وبين اهلي. لو الاهلي كسب مؤجلاته كلها هيبقى الفرق 6 نقط، وانا لسه ليا معاهم ماتش تاني بتاع الدور التاني، اكسبه باذن الله يبقى فرق 3 نقط والاهلي هيقع. لو الزمالك كسب كل ماتشاته اللي جايه وخدها بجديه وباصرار هناخد الدوري، لان الاهلي هيقع، والاهلي هيقع اكتر من ال6 نقط بكتير جدا. تمام. بس المشكله اللي عندنا ان انا كنادي الزمالك انا اكسب الدوري. انا عندي ميزه في الدوري ان انا بيرجع لي عبد الله السعيد وبيرجع لي ناصر ماهر، ودي ميزه كبيره جدا هترجع لي في بطوله الدوري يعني. ودول اللي بيميزونا، ودول اللي ميزونا في ماتش الاهلي وفي ماتشات الدوري عموما. بيبقى عندي كواليتي مختلف من اللعيبه، خصوصا ناصر ماهر وبرضه عبد الله السعيد. مش عايزين ننكر الدور اللي هو بيعمله. عبد الله السعيد لعيب كبير جدا يا جماعه، ودوره بيبقى في الملعب مهم جدا، واكتر لعيب بيجري، او من اكتر اللعيبه اللي بتجري في الملعب، ومن اكتر اللعيبه اللي بتساعد جوميز في خطته. على الرغم من اللي بيحصل حوالينا، وعلى الرغم من ايقاف القيد وكل المشاكل اللي بتحصل دي، عندي امل ان السنه دي الزمالك هيبقى مختلف كبطولات مش كأداء، لان هو الحمد لله بقى مختلف كأداء الى حد ما. مش هو ده اللي بنطمح له ولا هو ده اللي عايزينه، بس نادي الزمالك بقى في اختلاف طبعا كبير مع جوميز، اللي انا متفائل بيه جدا جدا جدا، وبطلب من الاداره اللي هم يمددوا له عقده لفترات طويله. انا بتمنى ان الاداره تخلي يعني تجدد مع جوميز ويمدوا له عقده من قبل نهائي الكونفدراليه، من قبل ما الدوري يخلص. مش عايزين نستنى نشوف الشروط اللي احنا حاطينها لجوميز. دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. دوري في الملعب، اقدر ان انا اخد بطولة الدوري وباذن الله هناخدها. كونفدرالية خلاص فاضل خطوة ماتشين، باذن الله باذن الله يكونوا من نصيبنا. في بطولة الكاس الجديد هتتلعب، عندي سوبر افريقي، عندي سوبر مصري ممكن العب عليه، في اكتر من بطولة. الكلام بيتقال ان بطولة دوري الابطال مش هياخدوا غير بترتيب بعد نهاية الدوري. الكلام برضو بيتقال ان هو هيخلص في شهر 8، والاتحاد الافريقي هينتظر وهياخدوا بالترتيب، مش هياخدوا بترتيب الدور الاول. فالسيزون بتاعي لسه في اوله، انا كنادي الزمالك السيزون بتاعنا لسه في اوله خالص. فباذن الله باذن الله نقدر ناخد البطولة، نقدر نكون البطل السنة دي في كل البطولات. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك يستحق مكانة أكبر. نادي الزمالك بقاله تقريبا 15 سنة أو على مدار تاريخه اللي بيحاربوا ولاد الزمالك مش الأهلي. ودي حاجة أكتر هنتكلم عليها بعدين. بالتوفيق لنادي الزمالك، وإن شاء الله تكون كل البطولات اللي احنا بنشارك فيها من نصيبنا السنة دي.